عليكم بنات جتني هواي طلبات عن هذا الفستان. هذا الفستان اللي هو ذيل الطاووس، ما اعرف هسه يسموه سلفي، بس هو ذيل الطاووس هذا. وهذا الثاني بنات هذني مو ديلين، بيهن اختلافات بسيطة، بس هي نفس الفكرة، بيهن اختلافات بسيطة. فأنا للسهولة عليكم هذا بشرح أقل حيكون، فأني حسوي الجزء الأول أشرح لكم هذا الموديل، والجزء الثاني حنشرح الفستان الأسود. نبدأ وياكم بنات الجيبونة أو التنورة مال الثوب هي عبارة عن قصة كلوش، بس بطريقة تختلف، تكون من قدام قصيرة ومن ورا طويلة ممدودة. فبنات أول شغلة حسويها آخذ 3 مترات أطبقها بالنص مثل ما تشوفون بنات، قطعة قماش مطبوقة بالنص، هاي 3 مترات. عندي هذا منتصف القماش اللي حيكون هو الظهر، منتصف القماش اللي حيكون هو الظهر، هاي المكان اللي مسدود ما اقدر افتحه، ما اقدر اعبي، ومن هناك الفتحه، من هناك القماش الطبقه المفتوحه، من هناك المكان مفتوح، هذا منتصف القماش. بنات اول شغله حسويها احدد الخصر. انا ماخذه القياسات. الخصر عندي 90، هاي المرة تقسيم 2 بنات، انتبهوا لان هذا القماش طبقتين مو 4 طبقات. الخصر حيكون 90 تقسيم 2 يعني 45، وبهالطريقة هاي اشوف وين 45 واجي اقشرها بهالطريقة هاي بنات، بالضبط حتكون هاي مكان 45، هذه 45 بهالطريقة هاي بنات. عندي الطول من ورا، هذا شغلة ضرورية لازم اقيسها. انا عندي اليوم الطول من ورا تريده 115، طلع عندي 115 المكان اللي يريحها 115، انت كيفك 120 110 انت براحتك. بس بنات انا عندي اليوم الطول 115، الطول 115، هذه 115 واشرها من قدام. همين الطول اللي هي التريده، الطول اللي هي تريده، تجين تحطين شريط القياس من الكتف للطول اللي هي تريده. اليوم انا عندي من قدام حيكون 85، من قدام حيكون 85. منين حاجة اخذها 85؟ ال 85 حاخذها بهالطريقة هاي بنات. هذا مكان الخصر، هاي مكان الخصر. اجي من هنا وامد للشريط لما اوصل لل 85، ال 85 احط خط. زين بنات احط خط. هسه بنات صار عندي الطول من المكان المطبوق، الوجه، وجه القمام يعني من قدام منتصف الامام حيكون من هذه الصفحه. زين بنات اجي بنات وياكم افر الخصر. اول شغله حسويها حفر الخصر. عندي على 36 وابدي افر على 36 وابدي افر. بهالطريقة هاي بنات، بهالطريقة هاي طلعت عندي الخصر. لسه بنات اجي اريد اسوي الفرة مال ذيال الثوب، ذيال الفستان. اجي اطول نقطة اخذتها اللي هي 110، اطول نقطة اخذتها 110، واجي افر بهالطريقة هاي نفس ما افر الكلوش، مثل ما افر الكلوش. بس الاختلاف شنو؟ الاختلاف ابدي انقص لما اوصل للمكان اللي اريده بهالطريقة هاي بنات. التنقيس بنات مثلا انا كل 5 سنتيم
او كل 10 سنتيم انقص فستان شي من 3. زين بنات بهالطريقة هاي. هسه بنات اذا ما افتهمتي على على هاي القطعة القماش، هسه بنات عندي هاي 3 مترات طابقتها حتى تشوفين. بنات عندي هسه هاي 3 مترات مطبوقة طبقتين، يعني صارت الابعاد كلها مال المربع 1.5 متر بمتر ونص بمتر ونص. اجي اطلع الخصر بهالطريقة هاي بنات. بنات اخاف ما افتهمتي على القماش، ان شاء الله على الورقة تفتهمين. هاي المكان المفتوح، هذا بنات المكان المفتوح، وهذا منتصف القماش. منتصف القماش هو اللي حيكون عندي الظهر. اجيب هالطريقة هاي هذا الخصر، واجي احدد اكبر نقطة، اطول نقطة انا اريدها. اجي احدد اطول نقطة انا اريدها، واي من هنا احدد القصر اللي انا اريده. يعني من هنا الطول مدة القماش شلون اريدها، مدة الثوب شلون اريدها، واي من هنا الارتفاع ايش قد انا اريده. اريده جوا الركبة، اريده اطول. زين بنات بهالطريقة هاي بنات. هسه اجي اقص قدامكم لان هذا القماش اللي شرحت لكم عليه ما اريد اقصه. زين بنات بهالطريقة هاي بنات. هسه لو تشوفون صار عندي بهالطريقة هاي بنات. هسه حاجة اقص قدامكم. بنات هواي يسألوني يقولوا لي الكلوشة الا 3 مترات. اي بنات الكلوشة الحلوة المرتبة الا 3 مترات. لا تقولي لي اقل من 3 مترات، مو ما تصير بس ما تطلع كلوشة حلوة ومضبوطة. هسه بنات هاي من حتفتح حتكون بهالطريقة هاي بنات. حتكون حيجي الخياط. وين حيصير الخياط عندنا؟ من ورا من ورا حيكون مغلق، ومن قدام حيكون بهالطريقة هاي. يعني الخياط حيجي لي قدام بمنتصف الامام، بمنتصف الامام حيكون الخياط. زين بنات بهالطريقة هاي بنات. هسه شوفوا بنات باعوا الفرق، هذا الطويل وهذا القصير. زين بنات هسه بنات ان شاء الله فهمتوا التنويع مال الثوب. هسه بنات اجي للبلوزه مال الثوب. نفرضها هاي قطعه قماش مطبوقه 4 طبقات، اطلع الصدر والظهر سوا. زين بنات عندي الكتف 44 سنتيم، نصه 22 زائد 1 حيكون 23. بنات انا دائما اقول لكم هاي قياسات افتراضيه، انتوا بعد انتوا قياساتك. وبما انه احنا بدنا نحكي على القياسات، بنات اذا انت عندك قماش، خصوصا اذا كان عندك القماش الستريج، اقدر استعمل البادي مالتي وارسم عليه، بس اعطي اضافه 2 سنتيم. اجي اطبقه بالنص، واجي اقدر اطلع التخصيره، اقدر اطلع الكتف، اقدر اطلع الحفره. زين بنات استعمل التيشيرت مالتي اللي قياسه جدا مناسب الي، مع اضافه 2 سنتيم. 2 سنتيم بس. اجي اخيط. بعد الخياطه اشوف اذا احتاج انه هذا طلع القياس مثلا كبير علي، اقدر ازغره. اخذ بعد بي اخذ بعد بي خياط، والزايد الخياط القديم اقصه واذبه. زين بنات التيشيرت مالتك تقدرين تستعمليها منيه، او الجبه المانتو او الصايه تقدرين تستعمليها. حتى هواي بنات يسالون يقولون احنا ما نضبط الفره مال الخصر، التخصيره بالدشداشه ما تضبطها، فتقدرين تستعملين الصايه مالتك تطبقيها عليها، تاخذين الفره مال الخصر. زين بنات من اشتغل قماش ستريج دائما اذا كان الفستان عباره عن قطعتين بلوزه وتنوره، فافضل القطعه الفوق البلوزه تشتغلين المطه مالتها بالعرض، وقياسها يكون اصغر من قياسي بواحد درجه. يعني انا البس
البس 40 تكون اقل بدرجه او بدرجتين، يعني اسويها قياس 38 العفو. ليش بنات؟ لان هذا القماش الستريج يعني حالاته هو شنو هذا القماش الستريج؟ حالاته من يجي يرسم جسم رسم، من انا حاطه بيه عروض، من احط بيه زايد كل جماليته تروح. زين بنات، الرداد بدنا اشتغلها المطه مالتها من للعرض، واشتغلها اشتغلها بوري، و يعني مو عريضه، اشتغلها بوري. زين بنات، هسه نرجع للقياسات. بنات عندي الكتف قلنا بعد التقسيم وزياده الخياطه حيكون 23. عندي الخصر، انزل الخصر حيكون هو بال40 مكان ال40 حيكون العفو 42 اليوم حيكون خصر البنية 42 والزايد اقصه. زين بنات، هذا مكان الخصر، هذا بالضبط مكان الخصر. بنات عندي الخصر 88 بنات، هاي القطعة القماش 4 طبقات. زين بنات، عندي 88 نصها، نص ال 88 او العفو ربعها، ربع ال 88 حيكون 22. 22 هاي المرة حتكون زائد 4، 1 للخياطة و3 للبنسة. حتكون عندي بنسات من الخصر باتجاه الصدر، حتكون بنستين للأمام وبنستين للظهر. زين بنات، البنسة حيكون بعدها، البنسة بنات حتكون أريد أعرف المكان الصحيح للبنسة، أجيب شريط القياس وأحطه على صدري، أعلى منطقة بالصدر أنزل بيها للخصر. المنطقة الأعلى أعلى منطقة بالصدر هي حيكون لازم اتجاه البنسة باتجاهها. زين بنات، مثلا أو أشوف المسافة بين النهدين، المسافة بين النهدين تكون بحدود ال 18 وال 20 سنتيم. هاي المسافة ثابتة بين ال 18 وبين ال 20 للضعيفة وللسمينة، يعني للضعيفة حيكون ال 18 وللسمينة حيكون ال 20. زين بنات، ما عدا القياسات الخاصة. فأشوف المسافة بين النهدين، أنزل جد النزلة حتكون النزلة عندي الأعلى منطقة من الكتف، الأعلى منطقة بالصدر حيكون قياسها 32. هاي دا أحكي بالنسبة للقياسات فرضية 32 بهالطريقة. هاي مكان 32، هاي مكان 32 حيكون هذا مكان 32. المسافة عندي بين النهدين، المسافة عندي بين النهدين حتكون 10 سنتيم، 10 سنتيم. يعني حتكون كسرة هنا وكسرة ثانية مقابلها، كسرة هنا وكسرة ثانية مقابلها. حيكون هذا طولها، طول البنسة حيكون 9 سنتيم بنات. البنسة حيكون طولها هذا المنتصف مالتها، هذا الخط المنتصف مالتها، اطلع من هنا سنتيم ونص ومن هنا سنتيم ونص، بحيث تكون لازم قياس البنسة كلها يكون لازم 3 سنتيم بهالطريقة. هاي بنات، هاي حدود البنسة بهالطريقة. هاي بنات، هذه البنسات يتغير مكانها بالنسبة للمرأة اللي عندها مثل ما نقول عندها كرش، ما يصير احطها هنا. حتكون يا اما بالصدر. هي شنو هاي البنسة بنات؟ هاي البنسة تحدد لي اللي نسميه تزين لي مكان منطقة الصدر، حتى المنطقة هاي البلوزة هاي لا تكون شلون بيها انتفاخات. يا اما حتنزل جوا الابط، يا اما حتكون جوا الابط، يا اما حتكون بالكتف. زين بنات، هسه بنات انا عندي حفرة الردن. هذا القماش لا تنسين، القماش هذا يتمطى. حفرة الردن حتكون 23، طولها 23.
عندي محيط الصدر اني محيط الصدر اليوم انا عندي 24 بالزياده، 24 بالزياده. اجي الحفره ححفر اثنيناتهن ظهر، بعدين 7 ب3، 7 ب3 هاي حفرة الظهر، بعدين اسحب واكبر حفرة الصدر. زين بنات، هنزل بحفرة الرجل، انزل 1 سنتيم، انزل 1 سنتيم بهالطريقة هاي بنات، انزل 1 سنتيم للكتف، الكتف حنزل بيه 1 سنتيم بهالطريقة هاي بنات. بس عندي الخصر بنات، انا قلت لكم هذا الخصر المفروض 22 زائد 1 للخياطة 23، و3 مال الهاية حيكون 24. زين بنات، الزيادة مال البنسة، زيادة مال البنسة هاي دا احكي على نص الصدر، يعني من اجي حفتحها هذه حيكون هذه 24 وديك 24، ايش قد حيصير 48. زين بنات، كله صدر يمنا الخصر كله يمنا حيصير 48. من ناخذ التخصيره واخذ هاي يرجع المكان الطبيعي اللي هو 44. زين بنات، هسه انا حرص قدامكم. بنات، قلنا هاي فائدة هذه البنسات، اولا حتى القطعة لا تصير بيها انتفاخات بعد ما اخصر، يعني لما حخصر اي قطعة مجسمة من اخصرها حصير بيها انتفاخ منطقة الصدر، فللتلافي هاي الانتفاخات اسوي هاي البنسة. زين بنات، هاي البنسة بالنسبة الى اللي عندها كرش مثل ما نقول تتغير، يا اما حتصير تحت الابط، يا اما حتكون تحت الابط، او حتكون بالكتف. زين بنات، هسه بنات ايش ظلت عندي الردن. بنات انا ما ححكي عن الديكورات الموجوده بالفستان او الزيهات، ما اعرف ايش يسموها، هذه حتكون اختياريه انت براحتك، والاطوال همين تكون اختياريه، الطول من قدام يكون هذا همين انت اختياري. زين بنات، انا احكي عن الموديل بصوره عامه. بنات عندي الطول 60 زائد 1 للكفه و1 للخياط حيكون 62 والاشهر. زين بنات، قلنا هاي القياسات، هو هذا الطول بس انا بالنسبه لي تشوفون يعني اقل، بس هو الاضبط حيكون 62، 60 1 للكفه 1 للهاي 62. زين بنات، مثل ما تعودنا مثل كل مره اجي اخذ 4 اصابع واتركها بنات، بس عندي هاي المره باعتبارها هذا مال فستان طريقة افصال الردن شوي بيها حيكون اختلاف. اجي هاي الصفحة اللي ححفرها احنا متعلمين ننزل بيها كف، صح لو غلط؟ الكف هو عبارة عن شقد؟ الكف عبارة عن 9 سنتيم، بالفستان لا حنزل اكثر، حنزل 15 سنتيم ضبط، 15 سنتيم، لان طريقة افصال هذا الردن حتكون نفس افصال الجاكيت او افصال القميص. زين بنات، عندي حتكون المعصم حيكون 11 سنتيم، لان بنات انا ما انسى هذه وراها مطه تتمطى، ف11 سنتيم كلش كافي، لان هو حيتمطى من تلبسيه حيتمطى. هسه بنات مثل كل مره بهالطريقه هاي اعوف هاي هاي الاربع اصابع واجي انزل بهالطريقه هاي بنات، اجي انزل بهالطريقه هاي، بهالطريقه هاي بنات. الاختلاف حتكون الحفرة أعمق، عرض الردن ما أعطيتكم عرض الردن،
بنات عرض الردن شلون حيكون؟ عرض الردن حيكون مثل ما دائما نقول لكم نصف محيط الصدر، نصف محيط الصدر زائد واحد، دا احكي عن نص، هاي يعني نص الردن، نصف محيط الصدر زائد واحد، نصف محيط الصدر زائد واحد. زين بنات، احنا عندنا محيط الصدر كان 24 اللي هو يعني ربعه، فهنا هم يعني هاي هم حاعتبرها الربع، حتكون 24 زائد واحد حتكون 25. حاخذ القطعه يعني كليتها، انا قاصتها يعني حضرتها بهالطريقه. هاي انزل بنات، هاي بنات دا اقص قدامكم. بنات اعذروني، اكو بنات يعني يعذرني، يعني صار لهم هواي من طالبات، بس انا شلون دا اشرح الموديل على حسب الطلبات اللي تجي. الموديل اللي اكثر طلبات دا تجي عليه دا اشرحه. انا ادري اكو بنات مقصره وياهم، صار لهم هواي طالبين من عندي بنطلون، طالبين من عندي تنوره، طالبين من عندي قميص، فيعذروني. وعندي والله وعندي يعني انا من والله عندي شغل هوايه، فاحاول يعني ارتب اموري حتى اقدر انزل لكم موديل. والسلام عليكم ورحمه الله.